تعال اقول لك ازاي تعمل الحركة دي في الاكسل وتخلي الاكسل يدخل لك الوقت والتاريخ بشكل اوتوماتيك. يلا بينا. اول حاجة هنعملها هنروح على قائمة فايل ونخش على مور اوبشنز، وهنروح على فورمولا ونتأكد ان احنا مفعلين الخيار ده enable iteration calculation، وهنخلي المية دي تبقى 10 وندوسه اوكي. بعد كده هنروح على الخانة اللي احنا عايزين نحط فيها التاريخ والوقت بشكل اوتوماتيك، هندوس عليها ونكتب المعادلة دي، هنقول له بيساوي if لو خانة المبيعات دي اللي هي سي 2 اهي، خانة المبيعات بتاعتي عندي اهي في سي 2، هنكتب كده سي 2 اكبر من او بتساوي واحد، يعني لو دخلنا فيها رقم اكبر من او بيساوي واحد هنحط الفاصلة منقوطة او فاصلة على حسب جهازك. هقول له اف، هنحط اف تانية، وهنقول له لو الخانة بتاعت التاريخ دي اللي هي دي 2، الخانة اللي انا واقف عليها او الخلايا اللي انا واقف عليها بتساوي دبل كوتيشن كابل كوتيشن، يعني لو فاضية ما فيهاش اي قيمة هنحط له ده اللي تناوى اهي اللي بتجيب الوقت والتاريخ وهنقفلها. لكن لو فيها قيمة رجعها زي ما هي، هنحط دي 2 وهنقفل الكوز بتاع دالة اف بتاعت الوقت. بعد كده هنحط نقطة او فاصلة منقوطة على حسب الجهاز بتاعك. بقول له لو فولس هنحط دبل كوتيشن، دبل كوتيشن يعني سيبها لي فاضية زي ما هي، وهقفل الكوس وهدوس انتر. بصوا كده لما هدخل المبيعات هيطلع لي اهو الوقت والتاريخ. لو طلع لك بالمنظر ده هنروحه كده هنا وهندوسه على كاستم وهنكتب كده المعادلة دي، هنقول له دي فاصلة ام فاصلة واي 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 واي، يعني هات لي اليوم ثم الشهر ثم السنة وهات لي الوقت. الساعات هنحط لها دبل اتش، والمينت هنحط لها دبل ام، والسكند هنحط لها 2 اس وندوس اوكي. اهو تحول لي الرقم اهو التاريخ ووقت. بعد كده لما اكتب اي حاجه هكتبها بعد كده اهو هيتحط لي التاريخ، هي دخلت الساعه كام بالظبط اهو زي ما انتم شايفين. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.